السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما أجي أتعامل مع سنس وفور لازم أبقى عارف إن أيوة سنس بيجي وراها بداية المدة وفور بيجي وراها المدة كاملة. لكن التركاية اللي هتقدر تفهم بيها الفرق ما بين سنس وفور إنك تعرف إن فور بتجاوب على السؤال اللي بيبدأ بأداة استفهام إيه، وسنس بتجاوب على السؤال اللي بيبدأ بأداة استفهام إيه. فور بتجاوب على السؤال اللي بيبدأ بأداة استفهام how long. يبقى كلمة فور بتجاوب على السؤال اللي بيبدأ بهاو لونج. عشان كده لما تلاقي كلمة هاو لونج بس شرط إن يكون بعدها موجود هاز أو هاف، يبقى شرط إن يكون بعدها موجود هاز أو كلمة هاف. ده شرط أساسي بعد مين؟ بعد هاو لونج على حسب الفاعل. يبقى أنا في الحالة دي بشتغل بكلمة فور. إنما كلمة since بستخدمها لو لقيت السؤال بادئ بكلمة when. يبقى احنا بنستخدم كلمة since لو لقينا السؤال بادئ بكلمة when. يبقى أيوة كلمة for بيجي وراها مدة كاملة، وكلمة since بيجي وراها بداية المدة. بداية المدة زي ما تكون إن السنة مثلا مكتوبة بالأرقام، زي مثلا 2020 دي اسمها بداية المدة. إنما for بيجي وراها هما كام سنة. بس هنا انت لازم تحط في دماغك حاجة مهمة جدا جدا. ايوه فور بيجي وراها مدة ودي حاجة صحيحة 100%. لكن لازم تفهم ان المدة لو زاد عليها كلمة اجو تقول لي ده كلمة اجو دي معناها، كلمة اجو معناها مدة، معناها منذ. ايوه، يبقى المدة لو جه زاد عليها كلمة اجو يبقى هنا يا باشا بيجي معاها سنس ما بيجيش معاها فور. يبقى أي مدة بيزيد عليها كلمة أجو بيجي معاها سنس ما بيجيش معاها فور. يبقى أنا لازم أحط في دماغي كويس كده، المدة لوحدها بيجي معاها فور، لكن المدة لو اتضاف ليها أجو بيجي معاها سنس. تقول لي طيب دلوقتي يا أستاذ أنا في حاجة عايز أخلي بالي منها. أقول لك إيه هي؟ تقول لي إحنا عندنا بنقول إن كلمة since لما بيجي وراها، وخلي بالك إحنا بنقول وراها last، يبقى إحنا على طول هنشتغل بسنس. أيوه، لو لقيت الأقواس وراها كلمة last مباشرة أنت هتشتغل بسنس. يعني إحنا بنقول since عندها last إنما for ما عندهاش. تقول لي طب افترض إن إحنا لقينا the last. أقول لك لو لقينا the last بقى لازم تفكر ليه؟ لأن هنا هما الاتنين عندهم the last. يعني بعد الأقواس لو في the last لازم تشوف هل يا ترى في مدة ولا في اسم. لو لقيت مدة يبقى for. طيب لو لقينا اسم، لو لقينا noun زي كلمة meeting يبقى since. وإن شاء الله تابعونا نكمل بقية الدرس.